لا تخف، ولكن احذر. يلا روح جيب القط بتاعك وصور نفسك وانت بتفصل راسه عن جسمه. برقت اول ما قال كده وعملت حظر بسرعة، لكن المرعب ان في اللحظة اللي عملت فيها حظر لقيت رسالة منه. معرفش ازاي. مش المفروض ان انا لما اعمل له حظر ما يقدرش يبعت غير من اكونت تاني؟ لكن هو نفس الاكونت بتاعه، او ممكن يكون اللي ملحقتش اصلا، لاني اول ما دوست على الحظر لقيته بيكتب لي انت عايز تعمل لي حظر وابتسم. يلا هات القط بتاعك ونفذ. ما اقدرش اعمل كده. طب بص على الشباك بتاعك. جريت ابص ولقيته واقف تحت البيت بنفس لبسه في القناع. وساعتها قلت له وانا هموت من الخوف، انت ازاي عرفت مكاني؟ انا عملت لك حظر، ارجوك سيبني في حالي. ما تضيعش وقت، انا دلوقتي تحت بيتك وشويه اكون جوه اوضتك. ارجوك ما تاذينيش، هعمل اللي انت عايزه. شاطر. يلا انا مستنيك. انا مش عارف اتصرف ازاي، انا خايف قوي من جون سيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا محمد حسام، ودي الجزء التاني من قصه جون سام. بس قبل ما نبدا متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا. يلا بينا. نفذت اللي طلبه جون سام، لكن ما كانش عندي اختيار تاني. هو يقدر يعمل اي حاجه. انا شفته لما كنت في المقابر، وكمان شفته تحت البيت. يعني المره الجايه سهل يكون في اوضتي ويأذيني. اخدت القطه بتاعتي وطلعت بيها فوق السطح، لان مستحيل اعمل كده في الشقه. كنت ماسك السكينه باصص في عين القطه مسكينه. ازاي انا اعمل فيها كده؟ لكن في النهايه فصلت راسها وانا مشغل الكاميرا. بعد اللي عملته جونسان ما كلمنيش. قعد تقريبا اسبوع ملقتش منه اي رساله، وانا عشت الاسبوع ده في رعب وكوابيس من اللي عملته. كوابيس ليل ونهار. كنت بشوف القطه بتاعتي في احلامي، كان شكلها وحش قوي وغضبانه من اللي عملته. وكمان كنت بشوف جونسان في كل مكان اروح، اشوفه في الشارع في المدرسه بيراقبني. وده كان مرعب قوي، خلى نفسيتي متدمره. لحد ما بعت لي رساله وقال لي جاهز للتحدي الجديد. كان التحدي ان اجرح ايدي وانا برضو بصور نفس فيديو، بس انا قررت اعمل له حظر. واول ما عملت له حظر حصل نفس اللي حصل اول مره. لقيته بيبعت لي رساله انت عملت تاني حظر. ولما قال كده سمعت صوت الباب بيتفتح. كان باب اوضه بابا وماما. كان جونسان خارج من جوه. انت ازاي هنا؟ انت كنت بتعمل ايه جوه في اوضه بابا وماما؟ مش قلت لك؟ انا قلت لك ما تعمليش حظر تاني. انا معاك في كل مكان ومش هتهرب مني تاني غير لما نخلص التحديات كلها، ووقتها مش هتشوفني تاني. قال كده وخرج. لكن قبل ما يخرج لقيته ماسك صورة اختي الصغيرة وبيقول لي لو قررت تاني اختك مش هتشوفها تاني. خرج بهدوء وانا بقيت عايش متهدد. وعشان كده نفذت التحدي. جبت موس حلاقة من الحمام، جرحت ايدي وصورتها فيديو. سابني اسبوع برضو، لكن كنت بشوفه في كل مكان. ده انا بقيت اتخيل انه بينام جنبي بالليل. وبعد ما مر اسبوع لقيته بعتلي رسالة بيقولي اكتر شيء مقرف. طلب اني استدرك طفل صغير وابنجه واعمل معاه شيء مقرف وانا بتصور فيديو. مستحيل اعمل كده. لكن لو ما عملتش كده هو هيأذيني، وكمان هيأذي اختي الصغيرة. انا بحبها قوي، لكن مش فارق معايا ابويا وامي. عشان كده جونسام هددني بيها لاني عارف اني بحبها. وللسبب ده انا نفذت. نزلت الشارع بالليل، فضلت ماشي لحد ما لقيت عيل صغير من اطفال الشارع. وقبلها كنت جبت له عصير وكان فيه منور. اتكلمت معاه شويه وبعدها اديته العصير. كنت ببص له ومش قادر اعمل كده، مقروف قوي من نفسي. بس بعد ما عملت كده فيه وكنت حاسس اني متبنج مش في وعي وانا بعمل كده، حاسس ان جونسان سيطر عليا. جريت وكنت بعيط ازاي انا عملت كده. جريت للأوضة وفضلت قاعد فيها مش بخرج طبعا، ولا حد بيسأل عني أصلا. لحد ما لقيت رسالة واحدة منه، هو فيديو ليا وأنا بعمل أكتر شيء مقرف مع الولد الصغير. وتحت الفيديو كان كاتب انت حد مقرف، ازاي هتعيش بعد اللي عمله؟
مراهق في عمر ال15 سنة عثر عليه مرمي تحت عمارة من 10 أدوار، وكان باين إنه وقع نفسه من السطح. والغريب الكلام اللي كان مكتوب في مذكرته وفي أوضته عن شخص عن وفي مذكرته وفي أوضته عن شخص اسمه جون سام بيطلب منه يعمل حاجات غريبة، وغير الفيديوهات اللي كانت على موبايله. المراهق انتحر في النهاية بعد حرب نفسية من شخصية مجهولة اسمها جون سام. الشرطة ما قدرتش تلاقي شخصية بالوصف ده ولا بالاسم ده.